صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا بخير يا رب. يعني بجد وحشتوني جدا، وحشتوني 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 تلاتة، وحشتوني. يعني بجد يا جماعة، يعني انتوا كنتوا فين كل ده؟ اسبوعين ما حدش شافكم، يعني انا غبت. اسألوا عليا، قولوا البنت راحت فين، كانت خطبت ولا حاجة. يعني صاحية النهاردة بدري، يعني صاحية بدري حبة حلوين، يعني صاحية الساعة 7:30. صاحية بقى النهاردة، يعني ان شاء الله انا هصور النهاردة. هو صحي كده النية دي، ان شاء الله انا هصور النهاردة كده، علشان انا المفروض غبت يومين. انا المفروض غبت اسبوعين. اسألوا عليا، يعني احنا ليه مع بعض على الحلوة بس؟ المفروض على الحلوة والمرة، صح ولا انا غلطانة؟ النهاردة حابة ان احنا نتكلم وندردش سوا، يعني مفيش حاجة معينة عايزة اتكلم فيها، انا بس عايزة افتح الكاميرا ونقعد نتكلم سوا شوية. يعني احنا المفروض صحاب دلوقتي، يعني لما أبقى عايزة اتكلم وانتوا تسمعوني. انتوا لما بتبقوا عايزين تتكلموا، انتوا عارفين توصلوا لي ازاي؟ يعني 100 مرة قلنا الانستجرام بتاعي موجود، بعتولي ونقعد نرغي كتير براحتنا عادي. ماشي. يعني الصراحة حابة اقول لكم ان الاسبوعين اللي فاتوا، حاسة اكتر من اسبوعين، بس هما كانوا بجد يعني وقت صعب، يعني كان مضغوط بشكل لا يصدق. بجد كان مضغوط جدا. في احداث كتير قوي حصلت وحاجات كتير اتغيرت، بس الحمد لله. الفترة دي بجد كنت محتاجة بس افضل قاعدة ساكتة، او مثلا عايزة اليوم يعدي وخلاص. عايزة اليوم يعدي علشان يجي تاني يوم وبرضو اعدي. فهو ده بجد اللي انا كنت حاساه الفترة اللي فاتت كلها، هو ان انا بس عايزة اليوم يمشي، عايزة اليوم يخلص ويجي اليوم اللي بعده ويخلص بكل هدوء. هو ده اللي انا كنت عايزاه. فاليومين اللي فاتوا كانوا بجد صعبين، ومقدرتش اصور فيهم خالص، فسامحوني بقى يا جماعة. بس انا حابة النهاردة بقى اقول لكم انك اول ما تحس بالاحساس ده، احساس انك بجد مش قادر تعمل حاجة، او انك بجد متضايق، او انك مش عايز تعمل حاجة، عايز بس تفضل ساكت، او انك عايز اليوم يعدي وخلاص، انت بجد دلوقتي محتاج تاخد بريك. زي ما انا خدت بريك كده حلو، انت كمان محتاج تاخد بريك حلو، محتاج تقعد فيه وتعيد ترتيب نفسك وتظبط دنيتك. ما تكملش وانت حاسس انك مش قادر تكمل. الفترة اللي فاتت دي دايما كنت بفكر نفسي بحاجة مهمة جدا، وهي ان مش لازم كل حاجة تمشي بالشكل اللي انا عايزاه. عادي جدا ابقى بطل الحاجة قوي، وان الحاجة كلها تبقى بجد محسوبة، وفجأة الحاجة دي تبوظ. لان ببساطة في بالنسبة لي قانون مهم جدا لازم تبقى عارفه، وانا لازم ابقى حاطاه في حساباتي الفترة الجاية، وهو ان في حاجة حلوة قوي اسمها مفاجآت الحياة. يعني ممكن النهاردة نبقى مع بعض، بكرة لأ. ممكن تبقى في علاقتك بحد كويسة جدا، كويسة لدرجة ان انت مش قادر تتخيل ان العلاقة اللي ما بينكوا دي ممكن تبوظ، وفجأة بدون سبب بدون مقدمات تلاقي العلاقة اللي ما بينكوا دي باظت. ممكن ممكن تبقى عايز حاجة وفجأة تلاقي نفسك خلاص انا مش عايزها. ممكن تبقى بتقول ان الحاجة دي مستحيل تحصل، وفجأة تلاقيها حصلت. فلازم تفضل في حساباتك دايما جزء كبير قد كده لحاجة اسمها مفاجآت الحياة، لان ما فيش حد دايما الدنيا بتمشي على مزاجه. فخلي دايما في بالك الجملة دي، وانا بفكر نفسي دايما بيها قبل ما بقولها لك، ان لازم خلي بالي دايما ان مش كل حاجة لازم تمشي بالشكل اللي انا عايزاه. سمعت مقولة بتقول احيانا نحتاج ان نختفي قليلا حتى نجد انفسنا من جديد. المقولة دي شرحة نفسها وكلنا اكيد فاهمين هي بتقول ايه، بس خليني اقول لك انا تاني هي بتقول ايه. بتقول ان عادي نحس اننا متضايقين وعايزين بس ناخد بريك من كل الدوشة اللي حوالينا دي. يعني احنا بقينا في عالم او في بتاع دوشة قوي، الدنيا بجد بقت دوشة وحاجات كتير وبتحصل، فعادي جدا ان احنا نبقى محتاجين بس ايه، نفصل عن كل ده. بس اهم حاجة، يعني انا عارفة ان انت تشوف الفيديو بتاعي ده، ومش عارفة ممكن تشوف الفيديو اللي جاي ولا لا، بس طالما فتحت الفيديو بتاعي وكملته،
يبقى عايزاك توعدني انك هتخلي بالك من نفسك، هتخلي بالك من اكلك، هتخلي بالك من صحتك، هتخلي بالك من مذاكرتك علشان خلاص قربنا نتخرج اهو. يعني حتى اليوم لو كان طويل، لو كان مثلا صعب، لو كان مش عايز يعدي، عايزاك تدور على اي حاجة تخلي اليوم حلو. اغنية حلوة بتحب تسمعها، حاجة حلوة بتحب تاكلها تشربها، حد من صحابك بتحب تكلمه. عايزاك تعمل اي حاجة عشان تخلي يومك احسن، ومش عايزاك تفكر في ضغطة اليوم دي. الكلام ده انا دايما بقوله لنفسي كمان. لو اليوم كان صعب، لو اليوم كان طويل، حاولي على قد ما تقدري تخلي اليوم في حاجة كده حلوة تبسطك. اكيد كل واحد فينا عارف ايه اللي بيبسطه، وحتى لو مش عارف يعني اقعد بس مع اهلك. طيب يعني فاهم، اعمل اي حاجة بعيدة عن ضغطة اليوم. عايزاك توعدني بده، توعدني انك بجد هتخلي بالك من نفسك. آه، يلا وعدني دلوقتي، قولي اه بوعدك بجد. انا برضو من الناس اللي بتحب دايما لو وعدت حد بحاجة ابقى قد وعدي ده. فانا دلوقتي عايزاكوا كمان تبقوا انتوا كده، لو وعدتوني بحاجة تخلوا بالكم من الوعد ده. واعمل كل اللي تقدر عليه علشان توفي بالوعد ده. انت وعدتني انك هتخلي بالك من نفسك ومن اكلك ومن نومك ومذاكرتك اهم حاجة ومن شغلك، فلازم تعمل ده. مش عارفة الفيديو ده مشي بشكل مش هو الشكل اللي انا كنت عايزاه يمشي بيه، بس حاسة ظريف، يعني حاسة حلو. حلو يا جماعة. فكرة الفيديو ده ان احنا مثلا مش عايزة ابقى قاعدة بتكلم كده قدام كاميرا وخلاص. انا عايزة نبقى احنا قاعدين كأني قاعدة بتكلم مع حد من صحابي. فلو انت بتشوف الفيديو ده فانا بعتبرك بجد حد من اصدقائي. بس مبسوطة بالفيديو ده قوي، مش عارفة ليه بس حاساه كده طلع طاقة كانت مش حلوة. اسفين جدا يا جماعة لو الفيديو ده اداك طاقة سلبية بأي شكل. هو انا اكيد مش قصدي اعمل كده، مش قصدي ان انا اديك طاقة سلبية، بس هو كان شوية دردشة، يعني كنا قاعدين بندردش شوية مع بعض. فعايزاكم بقى تستنوا فيديو جديد ان شاء الله، هنتكلم بقى فيه كفاية دردشة على كده، هنتكلم فيه في حاجات مفيدة بإذن الله. فأهم حاجة عايزاكم دايما مبسوطين مهما حصل، ومهما الدنيا بقت مش أحسن حاجة، عايزاك دايما دايما مبسوط بإذن الله يعني. بس كده.